السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة شيوات مختارة. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم وصفة سهلة وبسيطة. غنحضر معكم سباغيتي بالدنجال بواحد الطريقة مبتكرة، كيجي لذيذ بزاف، ما غاديش تشبعوا منه. ودابا نبداو على بركة الله بالمقادير وطريقة التحضير. فرجة ممتعة. غنحتاج هنا واحد 500 غرام ديال سباغيتي، بصله موين مشلضه رقيقه، زلافه ديال لاصوص طوماط خديتها جاهزه. عندي هنا واحد 2 حبات ديال الدنجال قطعتهم هكا طريفات صغار، ما نقيتهمش كاملين. 3 الفصوص ديال الثوم، الملحه، البزار، معلقه ديال البزار ومعلقه ديال والملح على حسب الذوق. وعندي هنا لي زيرب دو بروفنس. غناخذ الدنجال غنقليه، غندير الدنجال يتقلى. الدنجال عندنا ها هو بدا يتحمر، غنخليه يتحمر غير واحد شويه. غنحيدو من الزيت. غنديرو فوق الورق ينشف واحد شويه، نخليه على جنب ونكمل باقي المراحل. درت هنا الماء في الطنجره، درتو يطيب، غنستنى تطلع فيه الغليه وندير السباغيتي باش تسلق. على ما يغلى الماء ديال السباغيتي ونسلقها، درت المقله، درت فيها شويه الزيت. غندير البصله، ندير هاد البصله تشحر واحد شويه. غندير الثومه، غندير الملح والبزار، غنشحر مزيان هاد البصله. البصله عندنا هي تشحرت، غندير لاصوص طوماط، نخلي ما تشحر مزيان. الماء عندنا هو طلعت فيه الغليه، غندير شويه د الملح، غندير سباغيتي،
غنخلي السباغيتي تسلق، مره غنحركها باش ما تلاصقش. مره كنحرك سباغيتي. جيت دابا قلبت السباغيتي، لقيتها هي طابت، خليتها الدانتي شويه، تبقى شويه واقفه. غنطفي عليها البوطه. المطيشه ديالنا هي تشحرات مزيان كيف كتشوفوا، كتجي خاتره. غندير فيها شويه ديال لي زيرب دو بروفنس. غنزيد عليها الدنجان اللي قليت. لاصوص ديالنا ها هي واجده. سباغيتي هي صفيتها من الماء اللي فيها. غناخذ هاد لاصوص نحاول نزيدها على غنخلط سباغيتي مع هاد لاصوص. وغنقدموها بالصحه والراحه. غناخد شويه ديال الفرomاج محكوك، غنزين به هكا من الفوق. والطبق ديالنا ها هو واجد. الطبق ديالنا ديال سباغيتي بالدنجال كيجي بهاد الطريقه، كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى تجربوه لانه فعلا كيستحق. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء باش تعمل فائده. ولا كنتم ما مشاركينش في القناه اشتركوا معنا باش تكبر العائله، وخليوا لي تعاليقكم الزوينه اللي كتشجعني على الاستمرار وتقديم الافضل. الى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله. كيف ديما سهله في التحضير بمكونات بسيطه وموجوده في كل بيت. دمتم في رعايه الله وحفظه.